في اليوم الثامن من شهر أمشير الكنيسة بتحتفل بعيد عظيم، واحد من الأعياد السيدية السبعة الصغرى، عيد دخول السيد المسيح الهيكل. عدى 40 يوم على ميلاد الطفل يسوع، والعذراء مريم الأم الطاهرة اللي حبلت بالروح القدس وولدت مخلص العالم بنقاوة كاملة، قامت خدت الطفل على إيديها، ويوسف النجار كان معاها، ومشيوا سوا ناحية الهيكل. ليه؟ علشان يتمموا شريعة الناموس زي ما مكتوب في سفر اللاويين إصحاح 12 من آية 1 لغاية 8. كان لازم يقدموا الذبيحة المكررة بعد 40 يوم، لكن البيت كان فقير، ما كانش فيه إمكانيات، فقدموا تقدمة الفقراء، فرخي حمام. تخيل المشهد، أم تحمل ابنها اللي هو مخلص العالم وتقف في صف الفقراء تقدم ذبيحة بسيطة، هي اللي حبلت بالروح القدس، ومع ذلك تطيع الشريعة بمنتهى الاتضاع علشان تعلمنا الطاعة، وتعلمنا إن الاتضاع مش ضعف، ده طريق القداسة. والطفل يسوع اللي هو واضع الناموس نفسه يخضع للناموس بكل اتضاع. قبل ما يؤسس شريعة العهد الجديد أطاع شريعة العهد القديم. وسط زحمة الهيكل كان فيه شيخ كبير، راجل اسمه سمعان، كاهن بار تقي، قاعد مستني تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان عنده وعد إنه مش هيموت قبل ما يشوف المسيح. وفجأة عينه تقع على الطفل، قلبه يخبط، الروح القدس يشهد جواه، يتقدم وياخد الطفل على ذراعه، يرفع عينه للسماء ويقول بصوت كله سلام: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. لحظة انتظار سنين طويلة بتخلص في حضن طفل صغير، وبص للعذراء مريم وباركهم، لكن كلامه كان فيه نور وفيه ألم. قال لها: هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم، علامة الصليب. وبص لها بحزن، عارف المستقبل، وقال: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف الحزن يوم ما تشوف ابنها مصلوب. وما كانش سمعان لوحده، ده كان فيه نبية قديسة اسمها حنة بنت فنوئيل، ست كبيرة في السن لكن روحها شابة، وقفت تسبح الله وتتكلم عنه قدام كل الحاضرين، وتعلن إن ده هو المخلص المنتظر. ولما خلصوا كل حاجة حسب ناموس الرب رجعوا للجليل لبلدتهم الناصرة، والطفل كان ينمو ويتقوى بالروح، ممتلئ حكمة ونعمة الله عليه. مشهد بسيط، طفل داخل الهيكل، لكن الحقيقة الهيكل نفسه استقبل رب الهيكل. بركة ربنا يسوع المسيح اللي رسم لنا طريق الخلاص فلتكن معنا جميعا، آمين.